الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا مع بعض أعزائي الطلاب إلى حل مراجعة الدرس السادس من الوحدة الأولى. واحد، أفرق بين مفهوم الجهاد بالمعنى الخاص ومفهوم الجهاد بالمعنى العام. الجهاد بالمعنى العام بذل الوسع والطاقة في فعل ما أمر الله تعالى به وأحبه، واجتناب ما نهى عنه وكرهه. الجهاد بالمعنى الخاص وضحنا معناه في شرح الدرس. الجهاد في المعنى الخاص بذل الوسع والطاقة في محاربة المعتدين، إعلاء لكلمة الله تعالى ودفاعا عن الوطن وأمن المجتمع. وبين مراحل تشريع الجهاد في الإسلام. عندي مرحلتين. المرحلة الأولى كانت في مكة المكرمة، مرت مرحلة الجهاد بالدعوة والكلمة وعدم اللجوء إلى القوة وإن كانت في مكة المكرمة. مرحلة الإذن بالقتال واستخدام القوة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. فإذا كان مرحلتين بالكلمة في مكة المكرمة، الإذن بالقتال، استخدام القوة في المدينة المنورة. أوضح حكم الجهاد في الإسلام. إذا أعلنت الدولة النفير العام رسميا يصبح فرض عين على من شمله من إعلان الدولة للنفير العام، لأنه هو في الأصل شماله فرض كفاية. وبين دلالة كل من النصين الشرعيين الآتيين. عند ألف تكون الجواب يدل النص على وجوب الالتزام بالعهود والمواثيق والوفاء بها ما دام الطرف الآخر ملتزم بها. أما في الفرع باء فنقول يدل النص على التحذير من ترك الجهاد الواجب والتقاعس عنه وما يترتب على ذلك من ضعف الدولة والعقوبة. خامسا، أذكر ثلاثا من فضائل الجهاد. ذروة سنام الإسلام، وعد الله تعالى المجاهدين بالأجر العظيم من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى ورسله. سادسا، أوضح الحكمة من أمر المسلمين بالجهاد. أمر الإسلام المسلمين بالجهاد للمحافظة على الدين وإعلاء كلمة الله تعالى والدفاع عن المسلمين وأوطانهم ورد العدوان عنهم. سابعا، أعدد ثلاثة من أخلاقيات الجهاد في الإسلام. عدم الاعتداء على الآخرين بغير الوجه حق، التمييز بين المحاربين وغير المحاربين، عدم الاعتداء على البيئة والحياة فيها. ثامنا، اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. فرض الجهاد بمعناه الخاص، فنقول الإجابة جيم بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. إحدى الآتية لا تمثل مراتب الجهاد بمعناه الخاص. تحمل المسؤولية المجتمعية، فالإجابة بتكون عندي باء. ذروة سنام الإسلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي، فالإجابة بتكون عندي جيم الجهاد. وبهيك أعزائي الطلاب بنكون انتهينا من الوحدة الأولى بشكل كامل من شرح وحل للأسئلة. نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا فيها، ونلقاكم إن شاء الله في المرة القادمة في بداية الوحدة الثانية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.